ينفع يا دكتور اجيب لك صوره ابتسامه او صوره اسنان تعملي زيها بالظبط؟ دي صعبه، يعني مش صعبه انها تتعمل، هي ممكن تتعمل عادي، احنا ممكن نعمل اي ديزاين مفيش منه مشكله. بس هي صعبه انها تليق على المريض. يعني الموضوع ما ينفعش المريض يجيب ابتسامه انا عايز زي دي، ما هي مش هتليق عليك، لان كل واحد ليه الابتسامه بتاعته، والموضوع ليه مقاييس معينه وحسابات معينه. يعني مثلا انا ببقى مقيد مثلا وش المريض، شكل المريض، طول الوش، تدويره الوش، وشه مستطيل، مربع، مثلث، طول السنان نفسها، الضحكه عامله ازاي، شكل الشفايف عامل ازاي، في تنسيق في المواضيع دي كتير قوي. فما ينفعش اجيب حاجه بتاعت حد وانا عايز اصممها. احنا كتصميم ابتسامه نقدر نصمم، الموضوع بقى سهل قوي مش صعب. بس هي الفكره ان انا اصمم اكتر حاجه تناسب المريض. تمام. يعني مثلا ايه، واحد وشه طويل، اكيد مش هعمل له اسنانه طويله يعني، لازم بيكون ليها مقاسات معينه او مقاييس معينه بمشي عليها. فان انا اجيب صوره واقلد زيها دي بتبقى مش مناسبه للمريض، لان هي مش هتبقى انسب حاجه ليه. هو الفكره ان اعمل انسب حاجه تناسب المريض.